هذه المنحة الجزافية للتضامن بموجبها تسمح للمصاب بالسكري اقتناء الأدوية بالمجان، وأقول كل الأدوية. هذا يوم تحسيسي، يوم تحسيس بمناسبة 14 نوفمبر اللي هو يوم ضد الداء السكري. يعني أعطينا بعض النصائح للمرضى وبعض النصائح اللي لازم يديروا عليها. النصائح أولا طبية ثم غذائية. داء السكري في روحه هو ماشي الخطر يجي منه، الخطر يجي من المضاعفات نتاعه، هذه اللي حوسنا يعني نفهموها لهذا الناس. دائما نقول أن الجانب الصحي احنا عندنا الحمد لله، المنشآت الصحية، الأطباء الأخصائيين. مشكلتنا في التأمين. تصور أن عندنا أكثر من 25% من هذا المجموع تاع العدد 25,000 مصاب بالسكري بولاية غليزان غير مؤمنين اجتماعيا. معناهم أنهم عرضة لكل المضاعفات تاع السكري. كما هو المشكل بولاية غليزان، راهو المشكل يعني في جميع الولايات، في تلمسان، يعني في وهران، في تسمسيلت، في يعني في مستغانم، في كل يعني المناطق. فاحنا واش رانا نطالبوا؟ رانا نطالبوا إدماج هذه الفئة الغير المؤمنة اجتماعيا بما يسمى بالمنحة الجزافية للتضامن، ويدمجوهم في صناديق الضمان الاجتماعي، لأنه أعطوهم بطاقة تسمى ببطاقة المعوز. هذيك البطاقة تاع المعوز مليحة، لكن يستغلها المصاب بالسكري ما عدا داخل يعني المؤسسات الاستشفائية أو عند الأطباء يعني أثناء الفحوصات الطبية. لكن عندما يروح عند الصيدلي باش يقتني الأدوية ما يديش كل الأدوية. هذيك البطاقة تاع المعوز تسمح له فقط باقتناء الدواء تاع المرض المزمن تاعو. من بين المطالب نتاعنا أن تكون التغطية الاجتماعية للمرضى نتاعنا تكون 100%، خاصة في الفئة الثانية الذين ليس لهم المنحة الجزائية. تكون المرضى بطاقة الشفاء، ما تكونش عندها بطاقة المعوز، بحيث المرضى السكري عنده مضاعفات أخرى. ما يمكنش للمرضى السكري يدي غير تراتمو، غير الدواء تاع مرض السكري. احنا طلبنا باللي المريض لازم له بطاقة الشفاء، لأن البطاقة التي تؤخذ من طرف الضمان الاجتماعي غير كافية بالنسبة له، لأنه ليس يحتاج إلى الدواء الداء السكري، يحتاج يعني الأدوية أخرى يعني.